مره في واحد جاله ثقب في القلب، وكان راجل كبير مش صغير، جاله ثقب في القلب وخدوه للدكتور، وكان الموضوع ده في شبين الكوم بحدد، وخدوه للدكتور، فالدكتور قال لهم لا ده ثقب في القلب، وخدوه روحوا بيه لان ده الثقب كمان كبير مش صغير فصعب التئامه الا الى اخره يعني. فلو نفسه في اي حاجه ادوها له ياكلها، ما تمنعوش عنه اي حاجه. قصه في بلدنا ما بنساش ابدا. فالمهم فهم مروحين، الراجل قال لهم انا نفسي في قوطه، عايز طماطم اكلها. جابوا له طماطم، فقعد ياكل في الطماطم وهو في العربيه وراجع البيت. وبعد ما راح البيت قال لهم اعملوا لي بقى فرخه، عملوا له فرخه. المهم بدا ياكل كل اللي عايزه، يستنوه يموت، عمال صحته تتحسن، يستنوه يموت صحته تتحسن، يوم اتنين اسبوع اتنين بقى زي الفل، قال لو بدا يتحرك ما بيموتش. فخدوه للدكتور تاني اللي قال لهم ده خلاص كلها ايام ويموت. كشف عليه وعمل اشعه، لقى الثقب ده اتلحم. ايه اللي خلى الثقب يتلحم؟ استغربوا جدا يا بنتي، استغربوا. عمل الله ده عجيب جدا جدا. لما طلب قوطه كلها، فقشره من قشره القوطه جت على الثقب اللي في القلب سدته، وفضلت واقفه عليه سداه. فبدا القلب كل ما بياكل الثقب بيضيق لغايه ما الثقب لحم بسبب قشره قطايه. حاجات عجيبه جدا فوق العلم يعني، فوق الخيال. وخفوا بقى زي الفل وعاش. فاللي عنده ثقب في القلب ده ممكن يخف جدا يعني.